الدارك ويب، المكان اللي حتى جوجل بيخاف يدخل فيه، مش مجرد صفحات مش متأرشفة أو مواقع سرية. لا، ده عالم موازي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. عالم القواعد فيه مختلفة، والأخلاق ملهاش وجود، والمنطق مقلوب. ده العالم السفلي للإنترنت، عالم مليان شر وجنون وتعذيب، مكان لو دخلته مش هتخرج منه زي ما كنت. الفضول هو البوابة اللي بتسحب الناس للمكان ده. فضول بريء في الأول بيتحول لكابوس أبدي. ناس كتير دخلوا من باب أنا هتفرج بس، ودفعوا تمن الفضول ده غالي قوي. خرجوا منه متغيرين للأبد، عقولهم اتلوثت باللي شافوه وأرواحهم اتخدشت بخدوش ما بتتلمش. لأن الدارك ويب مش مجرد حكايات بتتقال، ده مكان فيه مقاطع فيديو حقيقية، مشاهد حقيقية لناس حقيقيين بيتعرضوا لأبشع أنواع الرعب اللي ممكن تتخيلها واللي متقدرش تتخيلها. فيديوهات اتسربت بالغلط أو بالقصد، وكل اللي شافها حصل له حاجة مرعبة، كأن الفيديو نفسه بيحمل لعنة بتنتقل من شاشة للتانية. اللعنة دي مش مجرد كلام، دي حقيقة تعاشها ناس كتير، حقيقة بتطاردك في أحلامك وصحيتك، بتخليك تشك في كل حاجة حواليك. علشان كده جهز نفسك كويس، لأن اللي هتسمعه النهاردة مش مجرد قصص. النهاردة هحكي لك على 10 مقاطع مرعبة، كل واحد فيهم ليه قصة، وكل قصة وراها لعنة. قصتنا الأولى بتبدأ مع شاب اسمه ماركو، زي وزيك. فضوله كان أكبر من خوفه. كان بيقضي ليالي طويلة يتصفح منتديات الدارك ويب الغامضة، بيتنقل من رابط لرابط ومن قصة لقصة، لحد ما في ليلة لقى رابط بعنوان الرقصة الأخيرة. الفضول قتله وداس على الرابط. الشاشة أسودت لثواني، وبعدها اشتغل فيديو بجودة سيئة جدا، كأنه متصور بكاميرا من التسعينات. المشهد كان في قبو رطب معتم، والإضاءة الوحيدة جاية من لمبة واحدة بتترعش في السقف. في نص القبو كان في مجموعة من الناس، حوالي 5 أو 6، متعلقين من إيديهم بسلاسل حديد الصدئة نازلة من السقف. أجسامهم كانت بتتحرك وبتتلوى في رقصة غريبة، رقصة مؤلمة، كأن في قوة خفية بتحركهم زي العرايس الماريونيت. لكن الجزء المرعب ما كانش في الرقصة نفسها، كان في وشوشهم. وشوشهم كانت مشوهة بالكامل، ملامحها سايحة على بعضها، كأنها معمولة من الشمع وتعرضت لحرارة عالية. عين واحدة مفتوحة هنا، وباقة مفتوح في صرخة صامتة هناك. كانوا بيرقصوا غصب عنهم على موسيقى غريبة، عبارة عن نغمات متقطعة زي ما تكون صادرة من صندوق موسيقى مكسور. ماركو فضل متجمد مكانه، مش قادر يشيل عينه من على الشاشة. حس برعب بارد بيتسرب لعموده الفقري، لكنه مقدرش يقفل الفيديو. فجأة واحد من الأجسام المعلقة دي اللي كان أقرب للكاميرا وقف رقص وبص مباشرة ناحيته. رغم إن ملامحه مشوهة، ماركو حس إنه بيبص في عينه هو بالذات. بعدها الفيديو قطع. ماركو قفل اللابتوب بسرعة وهو بيترعش. من اليوم ده أصحابه لاحظوا إنه اتغير، بقى منطوي، دايما بيبص حواليه بخوف. وبعد أسبوع ماركو اختفى، محدش يعرف راح فين، كأنه فص ملح وداب. الحاجة الوحيدة اللي سابها وراه هي اللابتوب بتاعه، مفتوح على صفحة المنتدى اللي شاف فيه الفيديو، بس الرابط كان اتمسح. اختفى ماركو، واختفت معاها الرقصة الأخيرة للأبد. في فيديوهات على الدارك ويب بتكسر فيك حاجة، بتخليك تتمنى لو فقدت الذاكرة عشان تمحي اللي شفته. فيديو الأم والطفل واحد منهم. الفيديو ده مش مجرد رعب، ده تجسيد للألم في أنقى صوره. المشهد بيبدأ في غرفة شبه غرفة تحقيق اللي بنشوفها في الأفلام، جدرانها رمادية فاضية، وفي النص كرسي حديد. على الكرسي ده قعدت أم، إيديها ورجليها مربوطين في الكرسي بإحكام، وشريط لاصق على بقها بيمنعها من الصراخ، لكن عينيها بتحكي كل حاجة. عينيها مليانة رعب ويأس وألم، بتصرخ من غير صوت. الكاميرا بتتحرك ببطء عشان توريك اللي الأم مجبرة تبص عليه. في الركن التاني من الأوضة في طفل صغير، ابنها، مربوط هو كمان. حواليه
واقفين شخصين لابسين أقنعة سودة بالكامل، مبتظهرش أي ملامح. واحد منهم ماسك أدوات غريبة، أدوات شكلها مش مألوف، كأنها معمولة مخصوص للتعذيب. الفيديو مفهوش حوار، مفهوش كلام، كل اللي بتسمعه هو صوت أنين الأم المكتوم وصوت بكاء الطفل اللي بيقطع القلب. وبعدها بيبدأ الكابوس. بيبدأوا يعذبوا الطفل قدام عين مامته، وهي مش قادرة تعمل أي حاجة غير إنها تتفرج وتتألم. صراخ الطفل بيتحول لحاجة مش بشرية، صوت حاد ومؤلم لدرجة إنك بتحس بيه في عظمك. صوت الأم وهي بتحاول تصرخ من تحت الشريط اللاصق بيختلط بصوت ابنها، وبيعملوا سيمفونية من الجحيم. القصة ما بتخلصش هنا. الشاب اللي قدر يحمل الفيديو ده وسربه للإنترنت العادي عشان يحذر الناس، بيقول إنه من يوم ما شاف الفيديو وحياته اتقلبت. بقى بيسمع صوت الست دي وهي بتنادي عليه بالليل، بترجاه يساعدها، بتهمس باسمه وهو نايم. بقى بيشوف خيالها في كل مكان، واقفة في ركن الأوضة، عينيها مليانة لوم وعتاب. بيقول إن اللعنة مش في الفيديو، اللعنة في صوتها اللي اتحفر في دماغه ومش هيسيبه أبداً. تخيل معايا فيديو مدته دقيقتين بس قادر يغير حياتك كلها. الفيديو ده معروف باسم الراجل اللي بيبتسم أو grinning man. الفيديو بسيط جدا في تكوينه، وده اللي بيخليه مرعب أكتر. الكاميرا ثابتة، بتصور راجل في منتصف العمر قاعد على كرسي في نص غرفة بيضة فاضية تماما، مفيش أي حاجة في الغرفة غيره هو الكرسي. الراجل ده مش بيعمل أي حاجة، مجرد إنه قاعد وبيبص مباشرة في الكاميرا، وعلى وشه ابتسامة. بس دي مش أي ابتسامة، دي ابتسامة عريضة جدا، مشدودة لدرجة إنها تبان مؤلمة وغير طبيعية. عينيه مفتوحة على وسعها وما فيهاش أي تعبير، مجرد فراغ أسود. بيفضل على الوضع ده لمدة دقيقة ونص تقريبا، صمت تام، مفيش أي صوت في الفيديو غير إحساس بعدم الارتياح بيزيد جواك مع كل ثانية بتعدي. أنت مستني أي حاجة تحصل، أي حركة، أي صوت، لكن مفيش. مجرد راجل بيبتسم ابتسامة شيطانية في غرفة بيضاء. في آخر 30 ثانية كل حاجة بتتغير. الابتسامة بتبدأ تتسع أكتر وأكتر بشكل مستحيل تشريحيا، والشاب يبدأ يتحول ويتشوه كأن في حاجة بتكسر عظامه من جوه. عينيه بتتسع لدرجة إنها هتقع من محجرها، وفي نفس اللحظة دي بتبدأ تسمع صوت، مش صراخ، لا، صوت أنين مكتوم، صوت ألم عميق جاي من حلقه. الفيديو بيقطع فجأة وهو في ذروة التحول ده. القصة المرعبة مرتبطة بواحد من الناس اللي شافوا النسخة الأصلية من الفيديو على الدارك ويب. بيحكي إنه بعد ما الفيديو خلص حس بصداع رهيب، وبعدها بثواني كل حاجة أسودت. فقد بصروا فجأة وبشكل دائم. الدكاترة معرفوش يلاقوا أي سبب طبي للي حصله. هو بيقول إن آخر حاجة شافها في حياته كانت ابتسامة الراجل ده، وهي لسه محفورة في ذاكرته لحد النهاردة. في نوع من الفيديوهات على الدارك ويب بيلعب على فكرة قديمة ومرعبة، فكرة إن اللي بتشوفه مش حقيقي، وإن الواقع نفسه ممكن يتلوي ويتغير. فيديو تبديل الأجساد أو بودي سواب هو مثال حي على الرعب النفسي ده. الفيديو قديم، متصور بكاميرا فيديو بدائية، وجودة الصورة سيئة جدا ومليانة تشويش كأنها شريط فيديو اتعرض كتير. المشهد بسيط، شخصين قاعدين قصاد بعض على كراسي خشب في غرفة إضاءتها خافتة. واحد منهم راجل والتانية ست. مش بيتكلموا، مش بيتحركوا، مجرد بيبصوا لبعض. الصمت بيستمر لحوالي دقيقة، والتشويش في الصورة بيزيد تدريجيا مع صوت أزيز كهربائي غريب بيبدأ يعلى. بتحس إن في طاقة غريبة بتتملي في الأوضة. فجأة وفي لحظة واحدة بيحصل حاجة مستحيلة. وش الراجل بيظهر على جسم الست، ووش الست بيظهر على جسم الراجل. التبديل بيحصل في فريم واحد بدون أي مؤثرات واضحة، كأن ده شيء طبيعي. بيفضلوا قاعدين كده لثواني بوشوشهم الجديدة، لسه بيبصوا لبعض بنفس النظرة الفاضية، وبعدها بيبصوا هما الاتنين ناحية الكاميرا في نفس اللحظة، والفيديو بينتهي. الفيديو ده ممكن يبان سخيف
أو مجرد خدعة قديمة، لكن تأثيره كان حقيقي جدا. في يوتيوبر رعب أمريكي مشهور قرر إنه يعرض مقطع صغير من الفيديو ده في واحدة من حلقاتي كنوع من التحدي. بعد ما الحلقة اتذاعت، اليوتيوبر ده اختفى عن السوشيال ميديا لمدة شهور. لما رجع كان شخص مختلف تماما، فقد وزنه وبقى يبان أكبر في السن، ونبرة صوته اتغيرت. في فيديو الاعتزال بتاعه قال بصوت مهزوز إنه من يوم ما عرض الفيديو ده وهو بيحس إنه مش هو. بيصحى من النوم يحس إنه في جسم غريب، يبص في المراية وميتعرفش على نفسه. بيقول إن الفيديو مش مجرد خدعة، ده طقس حقيقي، ولعنته هي إنه بيخليك تشك في وجودك نفسه. المشرحة مكان مرتبط بالموت والسكون الأبدي، مكان المفروض إن كل حاجة فيه تكون هادية وجامدة، لكن فيديو التسرب من كاميرا مراقبة في مشرحة مجهولة في مكان ما في شرق أوروبا كسر كل القواعد دي. الفيديو متصور بالأبيض والأسود بدون صوت، وبيظهر فيه صف من ثلاجات الموت. التاريخ والوقت ظاهرين في زاوية الشاشة، بيروا إن الوقت بعد منتصف الليل. كل حاجة هادية لمدة الدقائق طويلة، لدرجة إنك تبدأ تمل. فجأة، واحد من أدراج الثلاجات بيبدأ يتفتح ببطء شديد من غير أي تدخل خارجي. بيطلع منه سرير معدني عليه جثة متغطية بملاية بيضاء. الجثة دي لست كبيرة في السن، بتفضل ثابتة للحظات، وبعدها وببطء مرعب الملاية بتبدأ تتحرك. الإيد بتطلع الأول وبعدين الراس. الست بتقعد على السرير وبتفضل باصة في الفراغ قدامها. شعرها الأبيض منكوش وعينيها غايرة في وجهها الشاحب. اللحظة اللي بتجمد الدم في العروق هي اللي جاية. الست بتدير راسها ببطء ناحية الكاميرا كأنها عارفة إن في حد بيتفرج، وبعدين بتفتح عينيها على وسعها وبترتسم على وجهها ابتسامة عريضة ومخيفة، ابتسامة كلها سنان صفرا. بتفضل مبتسمة للكاميرا كده لمدة 10 ثواني وبعدها الفيديو بيقطع. القصة بتقول إن حارس الأمن اللي كان في المناوبة في الليلة دي هو اللي اكتشف الفيديو الصبح. استقال من شغله في نفس اليوم واختفى. المصيبة الأكبر إن بعد الواقعة دي بأسبوع المشرحة كلها اتحرقت بالكامل في ظروف غامضة. والمفاجأة إن وش الست المبتسمة دي ظهر مرة تانية في فيديو تاني على الدارك ويب، بيظهر كصورة خاطفة في وسط فيديو تعذيب كأنها بتراقب كل حاجة. في أعماق الدارك ويب في فلسفات ومعتقدات أغرب من الخيال. واحدة من الفلسفات دي بتقوم على فكرة إن القوة الحقيقية سواء كانت جسدية أو روحية مش بتيجي غير من خلال الألم الشديد. وفي شخص مجهول قرر إنه يشرح الفلسفة دي للعالم بس بطريقته الخاصة. الشخص ده اللي أطلق على نفسه اسم المعلم عمل سلسلة من الفيديوهات التعليمية المرعبة. في كل فيديو بيظهر الشخص اللابس قناع أبيض بسيط مفهوش أي ملامح غير فتحتين للعين، ولابس بدلة سوداء أنيقة. صوته هادي ومقنع، بيتكلم بلغة فلسفية عالية عن تخطي حدود الجسد البشري واحتضان الألم للوصول لحالة سامية من الوجود. المشكلة في التطبيق، كل درس نظري بيقدمه المعلم بيتبعه درس عملي. الدرس العملي ده بيكون عبارة عن تجربة حية على إنسان. بيجيبوا شخص مخطوف وبيطبقوا عليه نظريات الألم دي بأبشع الطرق، مرة عن طريق الحرمان الحسي التام، ومرة عن طريق التعذيب الجسدي الممنهج. وفي كل مرة المعلم بيشرح بهدوء إزاي الضحية بتتجاوز ألمها أو بتنهار تحته عشان توصل للقوة. الفيديوهات دي انتشرت في منتديات معينة بتؤمن بالفكر ده. الكارثة حصلت لما بنت مراهقة اسمها ليلي من ألمانيا كانت بتعاني من الاكتئاب، وقعت في فخ الفيديوهات دي. بدأت تتواصل مع أعضاء المنتدى وبدأوا يقنعوها بفلسفة المعلم. قالوا لها إنها لو عايزة تتخلص من ألمها النفسي لازم تستبدله بألم جسدي أقوى. في آخر بوست كتبته قالت إنها رايحة تقابل المعلم عشان تاخد الدرس الأخير. بعدها ليلي اختفت تماماً. الشرطة لقت اللابتوب بتاعها مفتوح على واحد من فيديوهات المعلم،
فيديو كان بيشرح إزاي التضحية بالنفس هي أرقى درجات القوة. مصير ليلي لسه مجهول، لكن الأغلب إنها أصبحت واحدة من ضحايا الدرس العملي. الدارك ويب مش بس مكان للجريمة، ده كمان ساحة للتجارب العلمية المحظورة، التجارب اللي تعدت كل الخطوط الحمراء الأخلاقية والإنسانية. واحد من أغرب وأشهر الفيديوهات اللي بتثبت ده هو فيديو بعنوان Project Third Eye أو مشروع العين الثالثة. الفيديو شكله متصور في مختبر سري أو عيادة تحت الأرض. الجودة عالية والصوت واضح، كأن اللي بيصور عايز يوثق كل تفصيلة. الفيديو بيعرض عملية جراحية مرعبة. المريض أو الضحية شاب في العشرينات متخدر على سرير عمليات، والدكتور اللي وشه مش باين بيقوم بعملية دقيقة لزرع عين بشرية حقيقية في نص جبهة الشاب، عين ثالثة. الفيديو بيعرض العملية بكل تفاصيلها الدموية، من أول فتح الجلد في الجبهة لحد توصيل العصب البصري للعين الجديدة بأعصاب المخ. المشهد الأخير في الفيديو بيوري الشاب بعدما فاق من العملية قاعد على السرير والثلاث عيون مفتوحين وبيبصوا في اتجاهات مختلفة، نظرة جنون ورعب صافي على وشه. لكن اللعنة الحقيقية للفيديو ده مش في اللي بتشوفه، اللعنة في اللي بيحصلك بعد ما تشوفه. كل اللي شافوا النسخة الأصلية من الفيديو ده أبلغوا عن نفس الظاهرة الغريبة. بيقولوا إنهم بعد مشاهدة الفيديو بقوا بيشوفوا حاجات ما كانوش بيشوفوها قبل كده. بقوا بيشوفوا كيانات سودة زي الظلال بتتحرك حوالين الناس في الشارع، كيانات ليها أشكال بشرية لكنها مش بشر، بتمشي وسطنا ومحدش شايفها غيرهم. كأن الفيديو نفسه بيفتح عين تالتة في عقل المشاهد، عين بتكشف عن عالم خفي ماشي بالتوازي مع عالمنا. واحد منهم وصف إنه شاف واحد من الكيانات دي بيبص له مباشرة وبيبتسم، ومن ساعتها وهو عايش في رعب دائم لأنه عارف إنهم شايفينه هو كمان. أحياناً الرعب الحقيقي ما بيكونش في الدم أو العنف، بيكون في المجهول، في اللي بيحصل ورا الأبواب المقفولة. فيديو الغرفة لين هو تجسيد للرعب النفسي ده. الفيديو عبارة عن تجميع لمقاطع متصورة بكاميرا موبايل مهزوزة، واضح إن اللي بيصور كان مرعوب. القصة عن مجموعة من 5 شباب قرروا يستكشفوا مبنى مهجور مشهور عنه إنه مسكون. وصلوا لأوضة في آخر ممر في الدور الأرضي، كان مكتوب على بابها رقم 101 بالطباشير الأحمر. الفيديو بيوريهم وهم بيفتحوا الباب بحماس ممزوج بالخوف. الأوضة من جوا كانت فاضية تماماً، ما فيهاش أي حاجة مميزة غير إنها كانت باردة بشكل غريب. قرروا يعملوا تحدي، كل واحد فيهم هيدخل الأوضة لوحده لمدة 5 دقايق، والكاميرا هتفضل برا تسجل ردود أفعالهم لما يخرجوا. الأول دخل وخرج شكله عادي. التاني دخل ولما خرج كان وشه شاحب جدا وما بيتكلمش. التالت دخل وخرج وهو بيضحك بهستيريا. الرابع دخل وخرج وهو بيبص حواليه برعب كأنه شايف حاجات مش موجودة. الكارثة حصلت مع الشاب الخامس والأخير. دخل الأوضة وبعد دقيقة واحدة بس سمعوا صوت صرخة مكتومة وبعدها صمت تام. استنوا ال5 دقايق ومخرجش. لما فتحوا الباب الأوضة كانت فاضية، صاحبهم اختفى. ال4 اللي خرجوا حياتهم اتدمرت. كل واحد فيهم بقى شخص مختلف تماما، كلهم بقوا هاديين بشكل غريب، هدوء شيطاني، كأن جزء من أرواحهم اتسحب منهم جوه الأوضة دي. الشخص اللي كان معاهم بيصور واللي سرب الفيديو مات في حادثة عربية غامضة بعد نشر الفيديو بيومين. محدش يعرف ايه اللي كان جوه الغرفة 101، لكنه بالتأكيد شيء بياخد منك حتة وما بيرجعهاش. تخيل لو لقيت موقع على الدارك ويب بيوعدك انه يحقق لك امنيتك بس بطريقة مختلفة. مش هيحقق لك في الواقع، لكن هيوريك فيديو ليها. الموقع ده اسمه What do you want to see أو نفسك تشوف ايه. الواجهة بتاعته بسيطة جدا، صفحة سودة وفيها مربع نص واحد بس وجنبه زرار أعرض لي.
الفكرة إنك بتكتب أمنيتك، أي أمنية، مهما كانت مستحيلة، والموقع بيولد لك فيديو ليها. في شاب فضولي اسمه آدم سمع عن الموقع ده وقرر يجربه. كان دايما بيحلم إنه يكون ثري وعنده قصر كبير، فكتب في المربع: أريد أن أرى نفسي أعيش في قصر فخم. ضغط على الزرار، وبعد كام ثانية ظهر فيديو. الفيديو كان بيصوره هو آدم بيمشي في قصر ضخم وجميل، كل حاجة فيه بتلمع من الفخامة. لكن آدم لاحظ حاجة غريبة: نسخته اللي في الفيديو كانت بتمشي ببطء، وحركاته متصلبة، وعينيه فاضية تماما من أي تعبير، كأنه جسد من غير روح. آدم حس بقشعريرة وقرر يجرب تاني. كتب أمنية تانية: أريد أن أرى نفسي مع حب حياتي. ظهر فيديو تاني بيصوره هو قاعد مع بنت جميلة جدا، لكن وجهها كان مشوه بطريقة مرعبة، أجزاء منه بتتدوب وتقع. آدم اترعب وقفل الموقع فورا، لكن الفضول كان أقوى منه. في اليوم اللي بعده رجع للموقع وكتب أمنية أخيرة، محدش يعرف هي إيه. كل اللي نعرفه إن آدم اختفى من بيته في نفس الليلة. أصدقائه اللي بلغوا الشرطة قالوا إن آخر حاجة شافوها على حسابه في منتدى الدارك ويب كانت رسالة من شخص مجهول بتقوله: لقد رأيت أمنيتك والآن ستعيشها. كأن الموقع ده بيوريك نسخة مشوهة من حلمك عشان يسرقك من واقعك للأبد. في قاع الدارك ويب، حيث لا تصل أي عين الرقابة، بتقام طقوس وحفلات تتحدى العقل البشري. فيديو حفل القرابين أو The Sacrifice Ceremony هو واحد من أكثر الفيديوهات إثارة للجدل والرعب، لأنه مش مجرد تمثيل، ده توثيق حي لطقس شيطاني حقيقي. الفيديو متصور بجودة عالية، كأن اللي بيصوره واحد من الحاضرين. المكان عبارة عن قاعة كبيرة تحت الأرض، جدرانها حجرية ومليانة شموع ورموز غريبة مرسومة على الأرض بالدم. في نص القاعة في دايرة من الناس لابسين عبايات سودة بغطاء للرأس، بيخبوا وشوشهم، بيغنوا ترانيم بلغة غريبة، أصواتهم عميقة ومخيفة. الموسيقى اللي في الخلفية عبارة عن دقات طبول بطيئة ومنتظمة بتخلق جو من التوتر والرعب. الكاميرا بتركز على مركز الدائرة، حيث يوجد مذبح حجري. على المذبح ده نايم شخص واضح إنه متخدر أو فاقد للوعي ومربوط بإحكام، ده هو القربان. الفيديو بيعرض الطقس كاملا من أول الترانيم لحد اللحظة اللي بيتقدم فيها زعيم المجموعة اللي لابس قناع على شكل جمجمة تيس، وبيبدأ في تقديم القربان البشري. المشهد دموي وعنيف لدرجة لو لا توصف، لكن القصة الأكثر رعبا مش في الفيديو نفسه، بل في مصير اللي حضروا الطقس ده. حسب تسريبات من محققين في جرائم الإنترنت، كل الأشخاص اللي تم التعرف عليهم من الفيديو اللي كانوا بيشاركوا في الطقس اتلاقوا 200 في بيوتهم بعدها بأيام. سبب الوفاة مجهول، مفيش أي أثر عنف على جثثهم، كأن أرواحهم اتسحبت منهم فجأة. أما اللي شافوا الفيديو فبيحكوا عن لعنة مختلفة، بيقولوا إن موسيقى الطبول دي بتفضل تلاحقهم، بيسمعوها وهم نايمين وهم في الشارع، كأنها بتناديهم عشان يكونوا هم القربان الجاي. الدارك ويب مش مجرد إنترنت مظلم، ده بوابة لعوالم تانية، بوابة لو فتحتها ممكن متقدرش تقفلها تاني. ده مش مكان للفضوليين أو ضعاف القلوب، ده مكان بتتجسد فيه أحلى الكوابيس البشرية، وبتتحول فيه الأفكار المريضة لحقيقة مرعبة تقدر تشوفها وتسمعها. كل مقطع شوفناه النهاردة وكل قصة حكيناها ما كانتش مجرد خيال، كانت حقيقية، وكل قصة وراها ضحية دفعت ثمن فضولها أو فضول شخص تاني حياتها. ضحايا لسه أصواتهم بترن في فيديوهات بتلف في العالم السفلي للإنترنت. الخط الفاصل بين عالمنا وعالمهم رفيع جدا، رفيع لدرجة إنه ممكن يكون مجرد رابط واحد. علشان كده اسمع التحذير ده كويس وحطه حلقة في ودنك. لو جالك رابط غريب على الإيميل أو في رسالة، متفتحوش. لو حد صاحبك قالك على موقع غامض ومثير للفضول، متدخلوش. الفضول ساعات بيكون أغلى من حياتك. الرغبة في معرفة المجهول ممكن تكلفك عقلك، روحك، ووجودك كله.
خليك في النور، لأن الظلمة اللي هناك مش بترحرحم. وفي النهاية، أنا عارف إن في منكم اللي عنده تجارب خاصة أو سمع عن قصص يمكن تكون أفظع من اللي حكيناها النهاردة. لو عندك قصة عن الدارك ويب أو مقطع مرعب شوفته بنفسك وغير فيك حاجة، ابعتهولنا في الكومنتات، شاركنا باللي تعرفه وهنعرضه في الجزء الجاي من السلسلة دي. يمكن قصتك تكون تحذير ينقذ حياة شخص تاني. لحد ما نتقابل تاني، خليكوا آمنين.